السلام عليكم. لو انت واخد على الهلس القناه دي ابعد الهلس شويه، هنتكلم جد من الحلقه دي. حابب اقدم لك 10 نصايح لو مشيت عليهم ايا كان هو مجالك انت هتنجح باذن الله. طبعا هتقول لي طب انت ليه بتقول لي الحاجات دي؟ هقول لك والله انا واحد كنت 111 كيلو بقيت 85، اتعلمت حاجات كتير جدا من اول الاخراج لحد الفيديو اديتنج والجرافيك ديزاين. اتعلمت حاجات كتير الحمد لله السنه دي، فهي السنه دي هي اكتر سنه فرقت معايا لاني مشيت على النصايح دي وحبيت انقلها لك. مش حابب استفيد بيها لوحدي، حابب افيدك معايا. الفيديو ده هيبقى عباره عن اجزاء عمليه واجزاء نظري. بمعنى الاجزاء العمليه هي الحاجات اللي احنا المفروض ننتظم بيها في حياتنا بعيدا عن الجانب المبادئي او الحاجه اللي المفروض اصلا تبقى منتظم بيها كانسان مش كحد عايز يوصل. انما الجانب النظري هي الحاجات المبادئيه اللي انت المفروض تنتظم بيها كانسان قبل ما تنتظم اصلا كحد بيحاول يوصل لهدفه. شوف الهدف اللي انت نفسك توصل له وشوف الحاجات الصغيره اللي انت لازم تقدمها عشان توصل للهدف ده. الهدف بتاعي الكبير ان انا مثلا عايز ابقى احسن كونتنت كريتور في مصر. ايه الاهداف اللي عندي الصغيره او الاوبجكتيفز الصغيره؟ ان انا هقدم ايه عشان ابقى احسن كونتنت كريتور في مصر. اكيد انا مش هبقى نفسي ان انا اوصل لمليون سبسكرايبر بكره، اكيد نفسي، بس صعب. هحط والله ان انا نفسي اوصل ل 100 مشترك، بعدين 200 مشترك، بعدين 300 مشترك، لحد ما اوصل للمليون اللي انا نفسي فيه. وهبقى عارف ان الموضوع بيتاخد سلمه سلمه. ما ينفعش ان انا افكر كمان 3 سنين هبقى فين، او اقول هو انا ليه ما بوصلش، ليه انا ما عملتش حاجه، لان انا لسه في الاول اصلا. المفروض ان انا ابدا اقدم حاجات بسيطه لحد ما اوصل للحلم الكبير اللي انا بتمناه او الحاجه اللي انت بتتمناها. وكمان مثلا لو انت عايز توصل لحاجه في شغلك فانت اكيد هتبدا كعامل، وما تفكرش بيها ان انت عايز تترقى هو الهدف الاكبر برضه، لان الهدف الاكبر مش على طول بيبقى كبير جدا، ممكن يبقى هدف صغير عادي جدا. هتعمل بقى الحاجات الصغيره او السلالم الصغيره، بمعنى انك انت هتتعب عشان توصل لانك تترقى جد في شغلك. والله ورايا تسليمات بكره، والله ورايا مش عارف حاجات بكره، ورايا مثلا تصوير فيديو. حاجه هي اللي هتوصلك لانك تعدي السلمه لحد ما تفكر في السلمه اللي بعدها، وكل مره هتلاقي تفكيرك بيتغير ناحيه السلمه اللي بعدها. طبق بعد اي حاجه انت اتعلمتها. الحمد لله مونتير، جرافيك ديزاينر، دايركتور، بصور، بعمل حاجات كتير يعني الحمد لله، كونتنت كريتور، يوتيوبر. في اقل من سنه انا اتعلمت دايركتنج، فيديو اديتنج، جرافيك ديزاين، كولرنج. اقل من سنه اتعلمت جرافيك ديزاين، فيديو اديتنج، موشن جرافيك. اتعلمت ان انا ابقى مخرج واتعلمت تصوير لان انا كنت بطبق بعد ما بتعلم الحاجه على طول. اول لما تتعلم الحاجه او اول لما تتعلم الافكت روح طبقه على حاجه انت اصلا شغال عليها. بمعنى ان انا دلوقتي شغال لكلاينت، والله الكلاينت حابب يبقى الافكت بتاع الكلام منور، فانا قمت جاي رايح اتعلمت على اليوتيوب ازاي الافكت تخليه ينور، ورحت حطيته على طول في نفس الوقت. شوف الطريقه بتاعت الحاجه على طول وروح اعملها، ما تقولش ما اعرفش. وتطبيقك للحاجه اول لما تتعلمها ايا كان في دراستك، رحت مثلا خدت الدرس روح حل عليه في نفس الوقت. اتعلمت والله حاجه جديده في الجرافيك ديزاين، روح طبق عليها في نفس الوقت. في الفيديو اديتنج، في المانجمنت، في اي حاجه روح طبق على الحاجه في نفس الوقت. دي الحاجه اللي فعلا هتعليك وهتخليك تتعلم حاجات كتير قوي في سنه واحده زي ما انا عملت الحمد لله. النقطه اللي بعدها هي انك تستغل الفرص. تستغل الفرص ازاي؟ انا هتكلم عن نفسي. انا واحد رحت حفله بروجكت ميم، اتعرفت على واحد هناك، قعدت اوريه شغلي لان انا كنت الحفله كانت وحشه وكنت قرفان منها. قعدت الف اوري الناس شغلي، اتعرف على ناس، اتكلمت مع ناس معروفه شويه في المجالات دي، وريت واحد شغلي والله الجرافيك ديزاين عجبه، وحتى الان انا شغال معاه الحمد لله. فاستغل الفرص. انت دلوقتي في مكان او في ايفنت حواليك ناس معروفه او ناس شاطره ممكن تقدر تشغلك وتقدر تكتسبها كعلاقات تستخدمها قدام. فايه المانع انك انت تيجي على نفسك شويه وتيجي على وقت فرحك تستفيد قدام حاجه انت اصلا هدفك ليها او هدفك انك توصل ليها، فهتتعرف على ناس تسهل هدفك لده، وانت برضه هتسهل لهم اهدافهم، وهي اصلا مصلحه متبادله. يعني مفيش حد بيستغل التاني، لا انت هتستغله ولا يستغلك، لان انتوا الاثنين بتستفيدوا من بعض، وانتوا الاثنين بتعملوا حاجه بتحاولوا انكم توصلوا لاهداف بعض. النقطه اللي بعدها هي انك تاخد الريسك. هتاخد الريسك ازاي؟ وهتقول لي انا لو خدت الريسك اخسر كل حاجه، انا مش عارف اعمل حاجه، انا مش عارف اتصرف. صاحبي انا عندي 21 سنه وبرضه اللي بيتفرج على الفيديو بيبقى في نفس الفئه العمريه، فاحنا هنريسك بايه؟ احنا حتى لو فشلنا اهالينا بيبقوا موجودين وهيقدروا يصرفوا علينا. اكيد مثلا انا لما يبقى عندي وقت ازمه في شغلي واقول لابويا ان انا عندي وقت ازمه في شغلي، مش هيقول لي شوف حد يصرف عليك يعني بالعكس هيقف جنبي وقت الازمه دي وهتلاقيه اكيد هيصرف عليا. فانا مثلا لما اجي احط فلوسي كلها في كاميرا وان انا عايز اشتغل مصور، ده بيبقى ريسك. ان انا باخد الحاجه اللي انا حطيت فيها فلوسي كلها وبحاول اطلع منها فلوس زياده او بحاول اشتغل بيها. ان انا حطيت فلوسي كلها في لابتوب وتعلمت جرافيك ديزاين او اتعلمت فيديو اديتنج، فدي حاجه اسمها ريسك. انت لو خسرت كل فلوسك، انت ما عندكش عيال ملزم بيهم، ولا عندك زوجه مثلا هتعمل عليك محاضر
اللي بيعملوها دي خلع والحاجات دي مثلا لو انت ما صرفتش عليها. فانت ليه مش بتاخد الريسك؟ انت خسران كل حاجه، انت مفيش حاجه في حياتك عدله، كل حاجه بايظه. انت بتحاول تبني نفسك، يعني انت اصلا مش بتحاول تكبر، انت بتحاول لسه تبني نفسك، انت لسه بتحاول تطلع بتقب. فانت مش بتخاطر ليه؟ مش بتدخل الحته دي ليه؟ فليه ما تجربش المره دي؟ لانك انت كده كده خسران. ممكن تيجي معاك يا عم، ممكن تكسب بدل ما انت ما بتكسبش حاجه خالص. ممكن تبدا دلوقتي، يعني ممكن تبطل تحط لنفسك حجج واعذار وحاجات فاشله عشان ما تبداش. يعني فكك من الناس اللي بتقعد تقول لك ابدا والكلام ده وانت قوي لا انت لا قوي ولا نيله. انا بس عايز اتكلم معاك في حته جد. لما بدات جرافيك ديزاين بداته على الموبايل، ومش الموبايل اللي بصور بيه، لا كان موبايل اقل من كده بكتير. ودي نتائج على فكره للجرافيك ديزاين اللي انا طلعته بالموبايل ببيكس ارت. اللي مش متهكر ما تقعدش تحط في دماغك الحجج والهطل اللي انت بتحطه ده، لان ده مش حقيقه. والله انا كنت 111 كيلو زي ما قلت في الاول. ابويا ما كانش مقتنع عشان كنت بقول له عايز اروح جيم، وبيقول لي انت بتهجص. كل مره كان بيحصل كده لحد ما اتمرنت من البيت وعملت التمارين، لحد ما ابويا زهق مني واداني فلوس عشان ابطل ارج في البيت والجيران بتشتكي من النط. والحمد لله زي ما انا قدامك دلوقتي يعني. فابدا دلوقتي، انت ابدا بالحاجه اللي عندك دلوقتي. اي حاجه معاك هتطلع حاجه. انا بقول لك بدات جرافيك ديزاين بموبايل، اي موبايل اللي تتفرج عليا منه ده ممكن تبدا بيه، وممكن تبدا جرافيك ديزاين، ممكن تبدا الحاجه اللي انت نفسك فيها، ممكن تبدا ميديا باينج، ممكن تبدا اي حاجه يا صاحبي. بطل تحط نفسك حاجه جوه اعذار، عشان الحاجات اللي في دماغك دي مش حقيقيه، حاجات جوه دماغك بس. يعني من الاخر هو عايز يقول لك بطل تبقى علق وبطل تحط حاجات كتير في حياتك. من الاخر يعني بطل علوية يا اسطى. وبجد يعني مش لازم تبدا بلابتوب خارج بيطلع نار، ممكن تبدا بالحاجه اللي عندك اصلا، فاهم؟ النقطه اللي بعدها هي انك تحلم. اغلب الناس اللي حواليك سلبيه. ليه ما احلمش ان انا ابقى من اغنى اغنياء العالم؟ ليه ما احلمش ان انا مثلا ابقى معايا نادي، امتلك نادي مثلا؟ ليه كل ما بقول لحد احلامي او بقول لحد طموحاتي الكبيره بيقعد يضحك ويتريق ويهلس؟ انا بتكلم بجد على فكره. انا عايز ابقى راكب فيراري، عايز انا مش شايف نفسي راكب الانترا بنت بتاعتكم دي. انا نفسي ابقى اجيب الانترا، بس يعني نفسي، يعني مش شايف نفسي ده بصراحه. شايف نفسي راكب لامبورجيني، شايف نفسي راكب طياره خاصه. ليه ما اشوفش نفسي في الحتت دي يا عم؟ هي حياتي ولا حياتك؟ وبعدين ما تهتمش بالاراء السلبيه. شوف انت نفسك في ايه، وشوف انت عايز توصل لايه. يعني انت عايز تبقى ممثل، عايز تبقى لعيب كوره، تلاقي اراء سلبيه، بتلاقي ناس بتهاجمك. كمل في اللي انت شايفه صح وامشي بقلبك، ما تروحش بعقلك في الحتت دي، لان انت لو مشيت بعقلك في الحتت دي انت هتلاقي انك مش عارف تمشي. شوف انت رايح فين، وشوف انت مرتاح في ايه، وشوف المحتوى او الحاجه اللي انت بتحب تقدمها بطريقتك، وهتلاقي انك بتنطلق فيها لان هي طالعه من قلبك. خليك حقيقي يا اسطى. الحلم الكبير اللي انت نفسك توصل له وامشي، روح اوصل له عادي جدا. تضحك على ايه يا ابني؟ هي اساس اي بني ادم في التعامل وكمان في حياته. اساسي انا كبني ادم هو المبادئ. انا مثلا والله مبادئي انا مش هسرق، انا مش هعمل حاجات حرام. اما بتكسر المبدا بتاع انك انت مش هتعمل حاجه حرام، كسرت مبدا اني ما سرقتش ورحت سرقت، بيجي بعديها ان انا بحاول ابطل سرقه، لان انا بكرر نفس الشيء والموضوع بيبقى بالنسبه لي اسهل من اني كسرته. موضوع ان انا بطل وانا في الحاجه اصعب من ان انا اصلا بره الحاجه. فدي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. وطبعا هتقيسها على حاجات كتير، بمعنى انك مثلا اشتريت حاجه جديده فقلت انك مش هتشتغل عليها اي حاجه حرام، فبتبدا تبعد عن الحاجات الحرام. البنات او الجنس الاخر، ان انت حاولي على قد ما تقدري ما تتواصليش مع رجاله في حته الحب والارتباط والكلام ده، لان ده مش وقته. ونفس الكلام للراجل، حاول تبعد عن الشيء ده. ليه بقى بقول لك كده؟ وكمان الراجل بيبقى مظلوم شويه في الحته دي، لان دلوقتي انت كراجل من واجباتك ناحيه الطرف الاخر انك تقدم هدايا، تقدم اهتمام، تقدم رعايه. وكل ده ممكن تعمله من غير جواز على فكره. هي على الجانب الاخر ملزمه ان هي تهتم بعيلتك، تهتم بالبيت عندك، تهتم باولادك، تجيب لك اولاد. اصلا هذا الشيء مش تقدر تعمله غير بعد الجواز. فانك انت تدخل علاقه قبل الجواز دي حاجه هتقتل مشاعرك وهتيجي عليك وهتهلك اصلا انك انت بتحاول تتعايش. فالحاجه دي مش بتبقى احسن حاجه بالنسبه للرجال. بالنسبه للبنات بقى، في رجاله كتير جدا مش كويسه، وفي من ناس ممكن تستغلك. الاستغلال بالنسبه للبنت من الراجل بيبقى الموضوع وحش، وممكن كمان يدمر مستقبلها او يدمر حاجات كتير. وطبعا انت ممكن حد بيهددك او حد بيعمل حاجه ممكن تكلمي شرطه المكافحه الالكترونيه. بص بقى ازاي الموضوع بيبقى تمام يعني، وهم بياخدوا الشخص ده سواء كانت اي التهديدات بتاعته. وكمان في العلاقات الموضوع بيجي عليك نفسيا وفكريا، لانك انت بتبقى مستني الرساله اللي بتجيلك الساعه 5 الفجر او الرساله اللي بتجيلك في اي وقت، فانت بتلاقي نفسك مستنفذ. والموضوع بياكل من وقتك وبياكل من تفكيرك وبياكل من تركيزك في الحاجه اللي انت المفروض اصلا دلوقتي انك بتبني نفسك يا معلم. يعني انت المفروض في الوقت اللي احنا فيه ده بتبني نفسك عشان فعلا تبني اسره او تبني عيله بجد. انما اللي انت بتعمله يا عم ربنا يهدينا.
بر الوالدين. الموضوع بالنسبه لك ممكن يبقى بسيط، بس صدقني الموضوع بيأثر بشكل كبير جدا، لان انت اصلا واجب عليك ودينيا انت ملحد حتى، المفروض انت عارف ان الناس دي خلفتك وعليك واجب زي ما هم عملوا الواجب اللي عليهم في ان هم يجيبوا حضرتك. يعني بحب اشكر ابويا وامي، مش عارف انا عملت ايه حلو في حياتي عشان الناس دي تبقى معايا والناس دي تبقى هي ابويا والام دي هي امي وابويا يبقى ابويا، فالحمد لله شكرا. يعني امي بتتفرج فشكرا يا امي، وابويا بقى يعني حد يبقى يقول له. انا بحب ابويا وامي يا جدعان، وبجد انا مقدر جدا ان الناس دي في حياتي والناس دي اثرت معايا، ولولا الناس دي انا ما كنتش هطلع بالهيئه دي. يعني كان زماني طالع معهوج بقى، ولا كان زماني طالع زي نديم سمير يا جدعان. احلى نديم يا عم. معلش يا عم نديم بقى. اهتم بابوك وامك، اهتم بالتفاصيل الصغيره. على فكره الناس دي عندها مشاعر زي ما انت عندك مشاعر بالظبط، وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم ما يحسسكش ان هم متضايقين وما يحسسكش ان هم تحت ضغط. لو لقيت ابوك بيزعق فيك صدقني الموضوع بيبقى ان هو مضغوط من بره، فالضغط اللي من بره ده مش هينفع يطلع لحد من بره، فهو بيطلعه غصب عنه عن حد في البيت. فانت حاول تقدر ده وحاول تستوعب ده، ان هو بيبقى تحت ضغط، فهو مش بيلاقي منفذ انه يطلع الضغط ده غير على حد من بيته. ولو انت بقى بتقول هو انا مالي، ما هو يطلع الضغط ده عليا ليه وبتاع، يا اسطى انت محتاج تتعالج. شوف حد. نتكلم عن حاجه بقى بتهرش شويه. الصلاه. الصلاه فرض. الصلاه مش حاجه بتعملها منك لربنا، الصلاه فرض، يعني احنا اصلا مخلوقين عشانها. نتكلم بقى عن الجانب العملي للصلاه، فاصلا انك انت بتصلي وعليك 5 فروض في اليوم، فدي حاجه بتعلمك التنظيم، انك انت اصلا تنظم وقتك، تنظم الحاجه اللي عليك. بتبقى عارف ان عليك واجبات في اليوم هم ال5 صلوات، بتبدا تحط عليهم واجبات كمان، بمعنى انك انت مثلا هتعمل واجبك وهتعمل شغلك، هتشوف تروح درسك، هتروح كليتك، فانت بتبقى منظم وقتك ان انا هروح الكليه هصلي الظهر في الكليه، بعديها هقوم جاي اعمل كذا كذا، وهقوم جاي مصلي العصر. فالموضوع بيبقى منظم وبتنظم حياتك وبيعلمك التنظيم. حتى لو تاخد بالك انت كواحد بتصلي، لو جيت توقف الصلاه هتلاقي انك انت بتبقى تايه او بتحس ان الدنيا ضدك. على فكره انك بتحس ان الدنيا مقفله في وشك دي حاجه جميله، لان انت ربنا بيبقى محتاجك، فبيحسسك بده عن طريق ان هو بيحسسك ان في مشاكل اما بتبعد عنه. دول كانوا 10 نصايح انا حبيت اشاركهم معاك، فادوني جدا الحمد لله ماديا ونفسيا، وكانت سنه جميله بصراحه عليا وكنت مبسوط، فحبيت اشارك الحاجات اللي بسطتني والحاجات اللي فادتني معاك. ولو انت استفدت او ما استفدتش بقى غصب عنك، هتعمل لايك وشير وسبسكرايب وتبقى من جيش حمو وهاب. لا تبقاش من جيش حمو وهاب، الغي جيش حمو وهاب الاهلاويه. الفيديو ده يوصل لكام دولار؟ تحداني الفيديو ده يوصل 10 لايكات. لا ما يعرفوش يعملوها. لا ما يعرفوش. لا يا عم تعملوا ده قليل عليهم 20,000 لايك. لا هم مش لا هم مش كف. جماعه جماعه الفيديو ده لو جاب 500 لايك، 500 لايك كتير قوي على فكره، 500 لايك لو جابوا 500 لايك هجيب معايا ضيف كلكم عارفينه وكلكم بتحبوه. مين هو الضيف معرفش، بس اكيد هجيب حد كلكم بتحبوه كلكم عارفينه، يعني هدور بقى وقتها. بس يا جماعه دي كانت النصايح اللي عندي، دي كانت الحاجات اللي حبيت اشاركها معاك. حابب جدا اسمع وجهه نظرك، ولو انت عندك تعديل عليا او ما تبقاش عندك تعديل عليا، يبقى عندك تعديل على النصايح اللي انا قلتها، احب جدا ان انا اسمعها، وهحب جدا ان انت تشاركني في الكومنتات. وعلى فكره لينك الانستجرام عندي تحت في البايو، حابب تخش تكلمني وتعرفني يمكن انا غلط، يمكن انا شايف حاجات غلط، انا هبقى ممتن جدا. وشكرا. السلام عليكم يا جدعان. وعليكم السلام يا جدعان. اقفل بقى اقفل.